احلى مسا على اخواتي حبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كان نتكلم عن ماتش الزمالك وانبي اللي انتهى في مصلحه فريق انبي ب 2-0، وخسر نادي الزمالك الثلاثة بونت. بنقول كل حاجه، خليك معانا لغايه النهايه. بس قبل ما نخش في اي حاجه يعني مش عارف اقول ايه والله، بس خليك معانا لغايه النهايه. الفيديو كلام كله كلام يهمك وكلام هيفيدك، وهنتكلم في كذا نقطه كده، فخليك معانا لغايه نهايه الفيديو. يلا بينا على الفيديو. اهلا بس على اخواتي حبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كان نتكلم عن ماتش الزمالك وانبي اللي خلص في مصلحه نادي انبي. الماتش اتلعب النهارده يوم الاحد على ارض استاد القاهره في مصر هنا يعني، واتلعب الساعه 7، وماتش خلص 2-0 لمصلحه نادي انبي. ونادي الزمالك خسر 3 بونت كانوا مهمين جدا. انا ما عنديش مانع تخسر 3 بونت، بس قبل ما اقول لك اي حاجه كده تعالى اقول لك الجون ده جه ازاي وجه بطريقه وجه مين اللي جابه. اللي جاب الجون ده الاول لانبي كان رفيق كابو في الدقيقه 20. جون يعتبر غلطه دفاع، غلطه حسام عبد المجيد، مش عارف كان بيفشخ رجله كده ليه. وجاب الجون رفيق كابو في الدقيقه 20. مش عارف اقول ايه. ماتش معنى الكلمه ب... بدون روح، بدون رجوله، بدون عزيمه، بدون اي حاجه. لعب ماتش كده كانهم ايه، قاعدين زهقانين ما عندهمش حاجه يعملوها. قالوا ايه ده، في فريق اسمه انبي صح؟ اه طب تعالى نلعب وتعالى نمشي كوره، هنبازل بعضينا كده كوره بس. مفيش اي حاجه. الوحيد اللي كان بيلعب راجل وكان شكله حلو في ارض الماتش طول ال 90 دقيقه هو كان رؤى. بس مفيش حاجه تاني بجد، مفيش تكتيك. الشوط الاول فريرا بدأ الماتش كانه عايز ايه، يخلص من الماتش. انا عندي ماتش اهم اللي هو بتاع افريقيا شباب بلوزداد. انا منزل اللعيبه اهو تسخن عشان خاطر الماتش اللي جاي. ماشي يا عم انا معاك فيه، انا عندي استعداد اخسر الدوري السنه دي، بس قصاد اكسب افريقيا تمام قشطه. بس مش بالشكل ده. حاول حتى حاول تعدل النتيجه، حاول تجيب جون. انت شوط اولاني يعني مش عارف اقول لك ايه والله. انت اللي كان معاك الاستحواذ الشوط الاولاني للعلم، بس انت مستحوذ على الكوره بدون فايده. انت ماسك الكوره في وسط ملعبك وبس، ما بتعملش اكتر من كده. الشوط الاولاني بجد ما فيهوش كلام. نادي الزمالك ما راحش في هجمات. مش عايز حد يقول لي ما كان في ركله جزاء والكلام ده، انا ما بتكلمش عن التحكيم وماليش دعوه بالتحكيم نهائي. حتى لو في ركله جزاء صحيح عن نادي الزمالك مش هجيب سيره التحكيم ولا بالحلو ولا بالوحش، فانا ما بتكلمش عن التحكيم. بس انا بكلمك على اداء. انت اداءك كان النهارده زي الزفت. تكتيك واداء جوه الملعب. جوه الملعب مفيش روح، مفيش رجوله، مفيش اي حاجه. مفيش تكتيك، صفر. مفيش تكتيك. انت بس نازل الماتش يا جدعان، احنا هنمسك كرة وبس، احنا عايزين نخلص الماتش ده 90 دقيقة عشان خاطر ده ماتش مهم اهم من ده. كله مهم بس مفيش حاجة اسمها اهم ولا اهم. المفروض تلعب ده زي ما تلعب التاني. فالشوط الاولاني زي الزفت. تعالى اقول لك الشوط التاني. بص بقى عشان الشوط التاني فيه ايه، حاجة مهمة قوي. الشوط الثاني، ببدايه الشوط الثاني من قبل ما يبدا الحكم يصفر، حصلت كذا تبديله اللي هي كانت الونش. الونش نزل. الف 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 مليون حمد لله على السلامه يا ونش. بس انت عملت شوط تاني يعني. انا مش بعاتب عليك، انت واحد لسه راجع من اصابه طويله جدا يعني، مش بعاتب، بس اتمنى ان انت ترجع لمستواك بسرعه عشان احنا عايزينك بسرعه يعني. بس انت عملت شوط تاني ما جبتش حتى فسفوسه من ادائك. ادائك كان زي الزفت في الشوط التاني. بس انا مش بتريق ولا حتى بقول له انت وحش، انت اعظم مدافع واحنا محتاجينك. فانا كل اللي محتاجه منك حاول ترجع بسرعه لمستواك اللي احنا كنا عارفينه بالاصابه. نزل الونش، وهقولها تاني الحمد لله على السلامه يا ونش. نزل الونش وخرج محمد عبد الغني، نزل احمد بن حاج وخرج دونجا. كل ده في الشوط الاولاني تمام. خروجه الونش وعبد قادر، خروجه الونش وعبد الغني عاديه ما فيهاش كلام. اما خروجه احمد بن حاج ودونجا دي تدل ان انت نازل تهاجم. ليه بقى؟ حسيت ان الماتش بيروح منك فانت عايز ايه، تهاجم شويه تمام. احمد بن حاج نزل اكس، ما حسيناش بيه نهائي. تفهمش ليه. انا كان عندي تنزل نيمار في الشوط الاولاني في الشوط الثاني على طول بدل احمد بن حاج. بس ماشي. فتبديله عليها اكس، علامه اكس كده. بعد كده في الدقيقة، بص دوت نزلوا في الشوط الأولاني على طول يعني في الدقيقة 45 تمام. بعديها ب 10 دقايق بالظبط عمل التبديلة دي. مصطفى شلبي وأسامة نبيه. تمام يا باشا. مصطفى شلبي وأسامة نبيه.
3 تبديلات خلال 10 دقايق، يعني في اول الشوط وبعد ما الشوط بدأ ب 10 دقايق. ده يدل على ايه؟ ان انت بدأت تحس ان انت ادائك زي الزفت ومش لاقي حلول جوه الملعب. مش لاقي حلول ليه؟ عشان انت ادائك وحش. مش لاقي حلول ليه؟ عشان الفريق اللي زي دوت اما بيلعب قصاد فريق كبير زي ده بيجيب الجون وبيرجع ينام. فانت لازم يكون عندك حلول. فانت بالطريقه اللي انت بدات بيها دي كانتش جايبه لك حلول. ليه؟ انت بتقول لي، انت ممكن تقول لي طب ما نفس الطريقه دي اللي بدات بيها وصلت الترجي وجبت، بس كان في روح، في عزيمه، في اداء، في رجاله بتلعب. انت مفيش. فقلت اخرج اللي بره. انا انزل من اللي بره واخرج من اللي جوه. ممكن يلعبوا بس ما لعبوش. اسامه نبيه نزل برضو ما حسيناش بيه. وليه بقى؟ عند اسامه نبيه نزل في حته مش في حتته. اسامه نبيه وتألق مع الزمالك في الجناح مش في راس الحربه. تمام؟ فانت نزلت راس حربه، ايه، راس حربه تاني، فما نجحش وما حسيناش بيه. بص بقى بعديها ب 10 دقايق، بعدها ب 14 دقيقة عمل تبديلة ابراهيم رضاي وسيف الدين الجزيري اللي كانت في الدقيقة 64. تمام يا باشا؟ تمام يا عم. تمام يا عم. نزل بقى، بص، نزل ابراهيم رضاي في الدقيقة 64. كان الهدف الثاني جاي في الدقيقة 67. 67 لعلي فوزي. بعدها بدقيقة جابوا هما الجول. بثلاث دقايق بعدها هما جابوا الجول. تبديلة ابراهيم رضاي برضه ما حسيناش بيها. دي كانت كل التبديلات، يعني بتعمل تبديلات عشان تزود من قوة الفريق مش عشان تقلل من قوة الفريق. بعد كده عمل تبديلة بعد الجون على طول كان تقريبا هو جاهز اساسا. مسلوسي خرج ونزل سيد نمار. انا عايز افهم مسلوسي اما خرج طلع بره الملعب دي ليه؟ اللي عايز يفهم قصدي اقول لك، مسلوسي كان عامل طول الماتش لغايه الدقيقه 78 اداء عظيم رجولي. تسحبه ليه؟ عايز زود الهجوم، طب ما تسحب رؤى. تسحب رؤى يعني على الاقل هتضمن التلاته اللي ورا يكونوا جامدين. اسحب رؤى يا جدع. تقول لو تقع عامل 90 دقيقه جامدين وكل حاجه، بس كنت تسحب رؤى ان برضه مسلوسي كان عامل اداء جامد. فانا ماتش، يعني عنوان الماتش شايفه ماتش بدون روح، بدون تكتيك، بدون عزيمه بامانه. تقييم للعيبه: محمد صبحي 5/10، مسلوسي 5/10، فتوح عمل شغل حلو شويه. فتوح 6/10. عبد الغني 0/10. حسام مجيد انا مش هديك تقييم قليل قوي عشان خاطر اللي انا شفته في الماتش ده، ان انت بدني بتاعك راح، انت ما بقتش قادر، فدي حاجه غصب عنك. فانا هديك 3/10 عشان بجد انت محتاج تريح. انت يا عبد المجيد محتاج تريح. دونجا 4/10. دونجا عايزك تثبت على مستواك. اثبت على مستواك شويه يا دونجا، مش مره ليك فوق مره ليك تحت. اثبت على مستواك يا حبيبي. رؤى 9/10. جعفر اثبت على مستواك برضه انت كلام. سيف يا فاروق يا جعفر اثبت على مستواك. ما تاخدش الجراءة، ها، اثبت على مستواك. 5/10. زيزو 4/10. زيزو انت ما عملتش حاجة. محدش بقى يطلع يقول لي زي زيزو 4. لا، زيزو أداؤه زي الزفت. شلبي 5/10. جزيري 0/10. ولا تحرك ولا أي حاجة. فأعلى واحد معانا في التقييم ده كله هو رؤى. بس اعلى واحد معانا في التقييم دوت رؤى. اتمنى الماتش بتاع شباب بلوزدادي نقدر نستعيد برضو رجولتنا وعزيمتنا ونقدر نكسب الماتش. بس بالاداء ده احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه. احنا ممكن نحشر 5-6 ونرجع، فاهمني؟ فاتمنى ان احنا نقدر نكسب الماتش الجاي وزي ما قلت انا عندي استعداد اخسر الدوري بس ما اخسرش افريقيا. فانت لو عايز تخسرني الدوري اضمن لي انت تجيب لي افريقيا يا فريرة، وانتوا اللعيبه، مش فريرة وبس، واللعيبه كلها. فنهاية الفيديو بقول لك لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.